عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوات ام رمزي. اليوم ان شاء الله وعلى بركه الله راح ندير معكم وصفه الفريكاسي اللي تجي بزاف سهله. تمتم توجديه كما راكم تشوفوا. عندي 650 غرام من الفرينه، راح ندير لها ملعقه كبيره من السكر هكذا كما راكم تشوفوا. نبداو مباشره في طريقه التحضير. ندير ملعقه كبيره تكون معمره مليح من خميره الخبز هكذا، تكون معمره مليح كما راكم تشوفوا. نزيد ندير ملعقتين كبيرتين من حليب بودره. ما عندكش حليب بودره ديري علبه من ياغورت طبيعي. الملعقه الاولى والملعقه الثانيه. ما عندكش الياغورت طبيعي ولا حليب بودره تقدري تبلي العجينه تاعك بالحليب عادي، ولا ديري نص كاس حليب عادي كيما راكم تشوفوا. نزيد ندير ملعقه صغيره من خميره الحلويات هكذا كيما راكم تشوفوا، ملعقه صغيره من خميره الحلويات. بلا ما ننساو الملح، حوالي ملعقه صغيره ملح. والملح كما مرة نقول لكم على حساب الذوق تاعكم. نخلط النواشف مع بعض. من بعد ما خلطت النواشف مع بعض راح ندير الزيت العادي. ندير 3 ملاعق كبيره من الزيت العادي كما راكم تشوفوا، الملعقه الاولى الملعقه الثانيه ونزيد الملعقه الثالثه هكا كما راكم تشوفوا. ونزيد نحط بيضه ونخلط الكل مليح ونبل بالماء دافي كما راكم تشوفوا. نبقى نبل بالماء دافي الى ان نتحصل على عجينه طريه. كما قلت لكم ما درتيش لا يوغورت ناتور ولا حليب بودره، ديري تبلي العجين تاعك بالحليب السائل. ما عندكش حليب السائل تقدري ديري نص كاس حليب ونص كاس ماء مثلا وتبلي بهم. ديري نص كاس حليب وبلي بيه وشوفي الخليط تاعك لا يتلملك ولا ما يتلملكش. تقدري تزيدي شويه ماء دافي، المهم يكون دافي الحليب تاعك. هكذا كما راكم تشوفوا. الان بعد ما كملت العجين تكون متماسكه ما تكونش جاريه باش من بعد تقدروا تخدموها بكل سهوله. انا باش ندير نغطيها بكيس بلاستيكي او النايلو الغذائي ونخليها تطلع مليح، ومن بعد ان شاء الله نرجعوا نكملوا الوصفه تاعنا. من بعد ما طلعت العجينه كما راكم تشوفوا ضاعف الحجم تاعها هكذا. راح نبدا نخدم الفريكاسي هكذا راح نستعين بالفرينه هكذا ونحط العجينه تاعي نقرصها ونبدا نطبع. نبدا نشوفوا الان كيفاش قرصت العجينه. ما تكونش رقيقه كالورقه تاع الماصه وما تكونش خشينه خلاص. شوفوا السمك تاعها كيفاش. راح نبدا نطبع. كي تحبي ديري كما نقولوا ليه تكملي ديري طابع كبير يجيوك كبار تم تكمليه ويجيو يعني يشبعوا يجيو ما شاء الله. بسم الله كما راكم تشوفوا. ونديرها بشكل بيضاوي هكذا كما راكم تشوفوا. راني خدمت معكم فريكاسي من قبل، لكن هذه وصفه واحده خلاف متعوده نديرها بزاف هذه الوصفه هكذا. وندير بلاطو يكون فيه قطعه قماش هكذا ديروا فيه هكذا وتلموهم وتغطيوهم، وكي تكملي
تروحي تبداي تقلي ولا تخليه حوالي دقيقتين 3، ما تخليهش يطول بزاف. كي تكملي بعدا تروحي تقلي مع الحال سخون، تما راح يطلع لك يعني. تبداي بالاولى تقلي. الان نكمل ومن بعد ان شاء الله تشوفوه كيفاش بعد ما ضاعف الحجم تاعو. راح نبدا مباشره نقلي. بسم الله وعلى بركه الله. بعد ما سخن الزيت نبدا كما قلت لكم بالاولى. هكذا ندير عليها الزيت ونخليها تطلع بشويه هكذا كما راكم تشوفوا. لازم الزيت يكون سخون مليح. هكذا كما راكم تشوفوا. تبداو بالاولى بعد اللي طبعناها هي الاولى، نبداو بها هي الاولى نقليوها. راح نكمل نقليهم كامل هكذا كما راكم تشوفوا، ومن بعد ان شاء الله تشوفوهم معنا. راكم تشوفوا كي تقليهم ديريهم هكا في ورق المطبخ باش يعني يطلقوا الزيت هكذا. جاوني 19 حبه، لكن الحبات الاخرين شويه جاو صغار كما راكم تشوفوا. 3 حبات هكا الاخرين جاو صغار. وكنت تعرفوا العجينه كي تخدمي بها ومن بعد تزيدي تولي تقرصيها تولي يعني تتقلص. كما راكم تشوفوا الخلطه تاع الفريكاسي كامل نعرفوها. بطاطا مغليه، البيض والجبن والثوم والزيتون اخضر ولا اسود، كل وحده كيفاش تحب يعني. انا حبيت لهنا نزيد ندير اضافه، كل وحده دير كيما تحب يعني. راح ندير الصلصه الاندلسيه هكذا باش الخلطه هذه ما تجينيش ناشفه، تجي بنينه كيما راكم تشوفوا. الصلصه الاندلسيه. راح نزيد ندير الملح هكذا، وندير شويه فلفل اسود، ونخلط. ما تخلطيش بالملعقه ولا تخلطي هكا باش ما يدقدقلكش الخليط تاعك يعني. خلطه مليح. نشوفوا راح نبدا نعمر الفريكاسي تاعي. ديري تحكمي تقصيه بالمقص هكا يعني تفتحيه هكذا بالمقص افضل يعني من الموس يعني السكين هكذا كما راكم تشوفوا. ونبدا نعمر الفريكاسي هكذا، نعمره كامل. ومن بعد ان شاء الله تشوفوه معنا. راكم تشوفوا الفريكاسي تاعنا راه واجد، جا بزاف هايل وجا بنين وخفيف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه. ما تنساوش الجيم. بارك الله فيكم، وبارطاجيو مع احبابكم مع اصحابكم، وشكرا جزيلا.